ستار يحيى من العراق، مساء الخير. ستار، شكرا لشهادتك الليله باحمر بالخط العريض. شو احدث البدع اللي ابتكروها تجار الموت في العراق؟ يعني بدأوا يقتلون القتيل وياخذون فلوس عليه في سبيل ينطون جثه لاهله. يساومون على جثث. يساومون على المبلغ، على الفلوس، واللي يجي يجيب الفلوس هم يقتلوه ويساومون عليه، وهكذا استمرت. شو علاقتك بتجار الموت؟ انا ما عندي علاقه بهم، لكن التجربه اللي عشتها مع تجار الموت. انا عشت معهم، قتلوا اولادي 3، خطفوهم وقتلوهم قتلوا واشتريت جثثهم مشترى 30,000 دولار. كم ولد؟ 3، 2 اولاد واخويا. نعم. خطفوا ولدين. سواق دمت عندي تريلات انا تبع نعم. شركه نقل. خطفوهم من العراق وساوموك على مبلغ مالي، كم هو لتستلم الجثث؟ بدايه ساوموني على 200,000 دولار. وين كانوا اولادك لما اختطفوا؟ يعملوا سواق تريلات، شوفيريه. نعم. خطفوا من على تريلاتهم اتصلوا بي الخاطفين، قالوا ذول اولادك يمنا وجيب 200,000 دولار وتعالوا خذهم. خذهم احياء؟ على اساس احياء، بس هم من اللحظه الاولى هم قتلوهم، يعني باول يوم ثاني يوم قتلوهم. بدات المساومه بعد، بقت فتره حوالي 20 يوم. 20 يوم مساومه. مفاوضات. اول شيء وقت اتصلوا فيك قالوا لك نحن خطفنا اولادك وامن المبلغ، اجت على بالك فكره انه هاي تجاره موت عم تصير في العراق؟ دغري اجت الفكره ما يرجعون احياء، يعني انا على يقين انه لانه كان الوضع شويه كنت على يقين ما راح يرجعوا احياء، ولكن استمريت في المفاوضات. استمريت بالمفاوضات 18 يوم. اول شيء كيف اكدوا لك انه اولادك احياء؟ يعني هل اتصلوا بي؟ اتصلوا بيك مين؟ اولادي حكوا معي يعني عن طريق خاطفي. شو قالوا لك اولادك؟ يعني قالوا انه احنا استعجل ادفع الفديه وكذا طمنوني وطمن خلي بالك من صحتك ومن نفسك، وانتهى الموضوع بعد ما اتصلوا بي. وقتها حكيت معهم وسكرت الخط مع اولادك. نعم. شو عملت؟ قلت بدي امن هذا المبلغ؟ امنت هم، وبعدين بعد هذا صار مفاوضه انا والخاطفين، بدينا يعني مفاوضات مستمره. نعم. يعني ليل نهار 18 يوم انا كل ساعه تليفون، كل ساعه كذا يتصلون بي واتصل فيهم. ونزلنا المبلغ الى 100,000، بعدين صار 50,000 دولار، بعدين لما بلغوني انه جاهم امر بتنفيذ قتلهم انتهى خلاص، قال يا بجيب 30,000 دولار وتعال خذ الجثث وانتهى الموضوع. يعني لا تعبنا ولا تعبنا. عرفت انه توفوا واصريت؟ من اول يوم انا عرفت. اي نعم. وليه اصريت؟ اصريت لانه هل اصريت لتتاكد ام اصريت لتكريم اولادك؟ اولا لتكريمهم طبعا. نعم. وثانيا قصص صارت غريبه بذاك الظرف، يعني قصص غريبه، انا قصتي قد يكون اكو اغرب منها. وقت انت استلمت يعني وقت انت المبلغ ساومته وصلتوا لقد ايه على المبلغ؟ قلت لي المبلغ المال اللي دفعت لهم اياه قد ايه وصل؟ 250 الى 30,000. الى 30,000. الى 30,000. وقت سلمت المبلغ 30,000. نعم. سلمتهم، شو قالوا لك؟ ما انا ما شفت الخاطفين، ما التقيت بيهم. مين سلمهم المال؟ بالتليفون، كل هذا الحكي بالتليفون. ايه. امشي وقف هون، ذب المبلغ، امشي لا تلتفت لورا. نعم. يعني انا امشي وكانه وراي اذا يقتلني او كذا، فمشيت منطقه صحراويه، يعني فد مكان هم عندهم يعني متفقين عليه، نفس المكان اللي لقيت به الجثث. يعني متى استلمت الجثث؟ التاريخ يعني؟ كيف استلمته؟ استلمته عن طريق الشرطه، بلغوني مركز الشرطه اللي بالقريه اللي صار بها الحادث. خبروك كيف امضوا اللحظات؟ خبرهم راعي، على اساس راعي لاقيهم بالوادي مدفونين. بعد ما استلم المبلغ قال لي بكره تستلم الجثث. لا تتعب لا تتعب نفسك. سؤال يعني هون ستار، قدرت تعرف كيف امضوا اللحظات الاخيره من حياتهم؟ يعني مو قدرت تعرف يعني تقدر تتخيل الموقف، يعني اولادك وخيك وثلاثتهم شباب يعني شو تتخيل الموقف؟ يعني تخيل انه قتلوهم واقفين او نايمين او رابطيهم او معذبيهم او انت فوضت على فتره، قلت لي
أنا فاوضت كان عندي فد بصيص أمل فد 1 بالمليون إنه يرجعوا لي، بس أنا متأكد إنه ما يرجعون، بس ردت أرضي ضميري أولا. هل بعدك هل عندك يعني في عقدة ذنب معينة بالرغم كل الجهود اللي عملتها؟ أنا؟ نعم. لا هم عايشين معاي يعني ما مفارقة، ولحد الآن هم عايشين معاي. وأنا حتى كان هذا اللقاء يعني اللي فضائيتكم مشكورة على هذا اللقاء، بس أنا ما ردت هذا الموضوع أصلا. أنا صار 3 سنوات ما حاكي بهذا الموضوع. نعم. يعني ما أسولف به ولا كذا ولا بالبيت ولا أصدقاء ولا أبدا، يعني ما نسولف. هذا موضوع. في ناس في العراق ما استلموا جثث أولادهم كثير. تعرف حدا؟ كثير، أعرف كثير. أنا عندي ابن عمتي يعني ولد عمتي 4 أخوات خرجوا من البيت خطفوهم قبل حادث مال الولد ب5 أشهر. ما استلم ولحد الآن. فلما جبت الجثث مال أولادي شو قال لك؟ اجى اولا قال البقاء في حياتك، وثانيا الحمد لله على سلامتك، وثالثا انا احزدك لانه انت جبت الجثث مال اولادك، بس انا ما بعرف مصير اولادي. اخوته يعني اخواتها 4. الله يرحم. فبدا يعني الله يرحم اولادك. الله يحفظك. اخ ستار، اذا عجبكم الفيديو اضغطوا لايك وشير، ولمزيد من الفيديوز سبسكرايب بقناه مالك مكتبي الرسميه، تيرن اون نوتيفيكيشنز لتعرفوا كل شيء حصري بيصدر على القناه. تابعوني على كل منصات السوشيال ميديا.